من الجزائر على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة في آس 2024 على 798 وعليه الصحراء المغربية كالعادة مع مسوق 796 عفوا. الآن سنصوت على التعديلين. التعديل بإدراج فقرة بعد الفقرة 19 في الوثيقة آس على 2024 على 797. المؤيدون للتعديل المقترح بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 19 من الديباج برجاء رفع أيديكم. المعارضون. هل من ممتنعين؟ نتيجة التصويت كالتالي: 6 أصوات مؤيدة و9 امتناعات ولا صوت معارض. التعديل المقترح لم يعتمد لأن عدد الأصوات المطلوبة لاعتماد هذا التعديل لم يتم التوصل إليها. الآن سأطرح التعديل الآخر للتصويت عليه بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 13 من المنطوق في آس على 2024 على 798. المؤيدون للتعديل كما هو وارد بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 13 برجاء رفع أيديكم. المعارضون. هل من ممتنعين؟ نتيجة التصويت كالتالي: المؤيدون 5، المعارضون لا معارض، والممتنعون 10. التعديل المقترح لم يعتمد لأن عدد الأصوات المطلوب لم يتم التوصل إليه. بحسب فهمي المجلس مستعد للتصويت على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة في الوثيقة حاملة الرمز آس على 2024 على 796. سأطرح مشروع القرار للتصويت الآن. المؤيدون لمشروع القرار في الوثيقة آس على 2024 على 796 برجاء رفع أيديكم. المعارضون. هل من ممتنعين؟ نتيجة التصويت كالتالي: المؤيدون معذرة انتظروا النتيجة. المؤيدون 12، لا معارض وامتناعان. عضو لم يشارك في التصويت. مشروع القرار اعتمد كقرار حامل الرمز 2756 لعام 2024. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيان بعد التصويت، وأعطي الكلمة إلى الولايات المتحدة. شكرا سيدتي الرئيسة. الولايات المتحدة مسرورة بإعادة تأكيد المجلس على دعمه للمبعوث الشخصي الأمين العام ستيفان دي ميستورا وللمينورسو بقيادة المبعوث الخاص الأمين العام ألكسندر ديفانكوف عبر اعتماد القرار هذا. المجلس وضح التالي: وضح دعمه القوي للمبعوث الشخصي بينما يكثف الجهود لتعزيز قرار قوي تسوية قوية ومتينة لمسألة الصحراء الغربية، وذلك عبر حل سياسي. التسوية عبر حل سياسي مطلوبة للغاية، وهذا هو الحس الطارئ الذي دفعنا إلى صياغة هذا التنقيح.
وبحثنا عن الأرضية المشتركة لإيجاد الحل السياسي المطلوب. نقدر الساعات الطويلة من العمل بنوايا حسنة بين أعضاء المجلس في هذه العملية حول مشروع القرار الهام هذا. وللأسف وبالرغم من جهودنا الصادقة المجلس لم يتمكن من تجديد الولاية بالإجماع اليوم. الوحدة تعزز جهود المتحدة بقوة لتحقيق السلام. من الطارئ جدا أن نتوصل إلى حل سياسي للصحراء الغربية. الوزير بلينكن أكد على النظر إلى مقترح المغرب للحكم الذاتي كمقترح من جاد يمكن أن يلبي تطلعات الصحراء الغربية. وهنا المجلس رحب بالزخم الأخير وحث الجميع على الانطلاق منه. ويجب أن نحقق الدعم المطلوب للحل السياسي الذي يقبله الجميع. شعب الصحراء الغربية والمنطقة يعتمد علينا. هذه خطوة هامة اليوم ويجب أن تنعكس عبر خطوات قوية تقترن بهذا القرار الذي اعتمدناه عبر تجديد ولاية المينورسو. المجلس أيضا أكد دور المينورسو الهام لتحقيق التقدم وعملياتها الحيوية. أعضاء المجلس أكدوا على مشاغلهم بسبب وقف إطلاق النار. هناك مقترح هام قدم في بداية هذا العام لوقف عمل عدوان ووقف أي مخاطر على السلم والأمن. نحن مستعدون دائما للتقدم بكل الدعم لتحقيق وقف دائم للاقتتال. العنف والهجمات تقوض سلامة المواطنين وهذا سيقوض المساعي للسلام المستدام ويجب أن نتفادى هذه المسارات السلبية. ونحن نراعي أيضا أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع مراعاة روح المقترحات. نحن لا بد من عملنا مع الأسرة الدولية لاتخاذ التدابير لاحترام حقوق الإنسان بشكل كامل مع الوفاء بالالتزامات المختلفة بموجب القانون الدولي. المجلس كثف دعوته لتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. نحن على ثقة بأن هناك دعم كبير في هذه القاعة لعمل المفوضية وندعم جميع الجهود لتيسير هذه المهمة. نحن نرحب بأعضاء المجلس الذين وعبر اعتماد هذا القرار قرروا دعمهم لمقاربة براغماتية وتقوم على المبادئ. وأخيرا نحن نشعر بالانشغال الشديد بسبب الظروف الإنسانية في تندوف. الولايات المتحدة هي أكبر مانح لهذا الرد الإنساني المتواصل. الاحتياجات جمة بالرغم من الدعم السخي المقدم من الحكومة الجزائرية والمتبرعين الآخرين. آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم الحصول على الخدمات الأساسية وانخفاض مستوى المعيشة يجب أن تدفعنا للعمل لتسوية سياسية. أكرر أننا كأعضاء في المجلس علينا مسؤولية وهي